النهارده عايزين تاني نغلط تاني، ويتدخل مجلس الشعب المؤقت اللي قاعد 5 سنين وماشي. انت بتتكلم باعتبارك اغلبيه النهارده، الله يمكن هتبقى اقليه بعد 5 سنين. تفتكر؟ مؤكدا. اذا مشينا بالمنهج اللي احنا ماشيين ده هنبقى اقليه جدا. مش اقليه، اقليه جدا جدا. اذا مشينا بالمنهج ده بشويش. مش عايزين نبان ان احنا جداد في السلطه. احنا خبرتنا قليله. حقهم من ست فريق، بس خبرتنا قليله. التريث. ربنا خلقنا باتنين ودن وبق عشان نسمع اكتر ما بنتكلم. نستمع عشان نتعلم، عشان نعرف ندير الامور ازاي. لان احنا كنا بعيد. كنا مش بعيد، كنا مبعدين. حرام، كان حرام ان احنا نكون مبعدين. حرام النهارده انكم تتعجلوا عشان ما نتعثرش. يعني هل حقهم في تشكيل حكومة تعتبروا تعجلهم حزب أغلبية مثلا؟ لأن لا زال في مجلس رئاسة بيمثل رئيس الدولة. ولا نزلنا في نظام رئاسي رئيس الدولة اللي بيختار فيه رئيس الحكومة. 1 + 1 = 2. ليه بنجادل؟ ما حدش يتكلم. أما ربنا أكرمهم وحققوا أغلبية. كلنا يعني استجبنا راضين وتفضلوا، وكل تمنياتنا ليهم بالتوفيق. طب بشويش بقى، يعني خلينا نتريث حبة. سيد الفريق، إذا لم يكن هناك دستور ولم تكن هناك سلطات